عزيزي المستمع، صباح البهجة أو مساء الروقان على حسب ما بتسمعنا دلوقتي. رجعنا لك من جديد عشان ناخدك معانا دقايق بعيد عن رتابة الحياة وضغط المسؤوليات وملل الروتين اليومي. انسى كل المشاغل والضغوط وأهلاً بيك معانا في نسمة صوت. ما تستعجبش، ما تستغربش. يا جماعة، لو في شعب في الدنيا دي قدر يحول الكارثة لنكتة والمصيبة لإفيه والهم لضحكة، يبقى أكيد بيتكلموا عننا إحنا المصريين. إحنا يا سادة مش بس شعب بيحب النكتة، إحنا صناع القلش، أصحاب فن السخرية اللي ملوش مثيل. ده مش كلام وخلاص، دي حقائق تاريخية ثابتة بالأدلة والبراهين. تخيلوا كده أجدادنا الفراعنة اللي بنوا الأهرامات كانوا بيعرفوا يهرجوا ويهزروا. لقينا رسومات على جدران المعابد فيها سخرية من الحكام ومن الحياة اليومية. يعني القلش ده بيجري في دمنا من آلاف السنين، وده لأن المصري دايماً بيعرف يلاقي جانب كوميدي في أي موقف، حتى لو الموقف ده كان يجلط. السخرية عندنا يا عزيزي مش مجرد تسلية، دي كانت وما زالت طريقة حياة للمصريين. على مر التاريخ الظروف كانت صعبة والحكام كانوا بيبقوا أحياناً جامدين حبتين، فالشعب المصري لقى في الضحكة والسخرية متنفس ليه. لما ما تقدرش تتكلم بصوت عالي، ممكن تقول نكتة تخفف بيها اللي جواك وتوصل بيها رسالة في نفس الوقت. والمصريين كانوا بيعملوا كده قبل ما العالم كله يكتشف فن الرمز ويعبر بالرموز والتلميح على اللي ما يقدر يقوله بوضوح وقوة. لو خدنا جولة سريعة كده في تاريخ القلش والسخرية من زمان، هتلاقي أمثلة كتير. خد عندك من أيام الفراعنة زي ما قلنا الرسومات الكاريكاتيرية اللي فيها سخرية من الكهنة أو الحيوانات اللي بتتكلم زي البشر. وكمان في العصر الفاطمي والمملوكي كانت الطرافة والنكتة جزء من ثقافة الناس، وكان في حكايات وطرائف بتتنقل بين الناس. وفي العصر الحديث مع دخول الاحتلال الأجنبي، السخرية كانت سلاح خفي. المصري كان بيسخر من المستعمر، من سياسته، من لهجته، وكانت النكتة وسيلة للمقاومة الناعمة. ومع الوقت فن النكتة والكوميديا في مصر اتطور وبقى ليه أشكال مختلفة، من النكتة الشفوية اللي بتتنقل في القهاوي والبيوت، للكاريكاتير المرسوم في الجرايد، للمسرحيات، لحد ما ظهرت السينما وظهرت معاها الأفلام الكوميدية اللي بقت علامة مميزة لمصر. وأخيراً برامج التوكشو الساخرة والكوميكس والميمز على السوشيال ميديا. وزي ما كل حاجة في الدنيا ليها أوائل ورواد، السخرية والكوميديا كمان ليها رواد كتير في مصر في كل المجالات. خلينا نكتفي هنا بالعصر الحديث، يعني آخر 100 سنة بس من تاريخ مصر. بطلوا ده واسمعوا ده، يا ما لسه نشوف ويا ما خد عندك مثلاً شعراء القلش والأغنية الساخرة زي الشاعر الكبير بيرام التونسي اللي كان بيسخر من نفسه ومن الظروف والسياسة بأشعاره اللي لسه عايشة. نفتكر لما سخر من هيافة بعض الأغاني ومعانيها المتكررة وقال: يا أهل المغنى دماغنا وجعنا، دقيقة اسكت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى، يا ليل ويا عين ويا طلعت موضة غصون وبلابل، شابط فيها حزين، شاكي وباكي وقال مش عارف يشكي ويبكي لمين، واللي جابت له الداء والكافية طرشة ماهيش سمعاه، يا أهل المغنى دماغنا وجعنا، دقيقة اسكت لله. وصلاح جاهين اللي كان بيستخدم الرباعيات والكاريكاتير بتاعه عشان يعلق على الواقع بمرارة وضحك في نفس الوقت، ده غير فؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم وغيرهم كتير. نجوم الكوميديا في المسرح والسينما من نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين اللي كانوا مدارس في الكوميديا، لفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي اللي علمونا ازاي نضحك من المواقف العادية
لجيل عادل إمام وسمير غانم، ولغاية الجيل الحالي زي محمد هنيدي وأحمد حلمي وغيرهم كتير. رسامي الكاريكاتير اللي كانوا بيعبروا عن رأي الشاعر بريشة وألوان زي مصطفى حسين وصلاح جاهين نفسه. أصحاب برامج التوكشو الساخرة زي باسم يوسف اللي فتح مجال جديد للسخرية السياسية، وغيره من الإعلاميين اللي بيستخدموا الكوميديا كأداة لتحليل الواقع. طب يا ترى الضحك ده له تأثير سياسي واجتماعي على حياتنا كمصريين؟ طبعاً ده له تأثير كبير قوي. أولاً السخرية دي كانت ولا تزال صمام أمان للشعب المصري. لما الدنيا بتزنق عليه وهمومه بتزيد، بدل ما يكتم في نفسه ويفرقع، بيطلع اللي جواه في نكتة أو في تعليق ساخر. ده بيقلل من الاحتقان وبيخلي الناس تستحمل. ثانياً النكتة والقلش بقوا لغة مشتركة بين الناس، بتعبر عن اللي جواهم من غير ما يدخلوا في مشاكل. يعني ممكن نكتة توصل رسالة للحكومة أو تنتقد وضع معين من غير ما حد يتكلم بشكل مباشر. ثالثاً السخرية سمحت للمصريين إنهم ينتقدوا الأوضاع السياسية والاجتماعية بشكل غير مباشر. يعني بدل ما تقول أنا متضايق من كذا، ممكن تقول نكتة تخلي اللي بيسمعها يفهم أنت قاصد إيه. رابعاً النكتة بتجمع الناس. لما نكتة تضرب كل الناس بتضحك عليها، وده بيخلق إحساس إننا كلنا في الهم سوا، وإننا بنقدر نتجاوز الصعاب دي بالضحك. خامساً ممكن تكون السخرية أحياناً نوع من الهروب، إننا نضحك عشان ننسى. بس حتى الهروب ده لو كان بالضحك بيكون صحي أكتر من الكبت والاكتئاب. والنهاردة مع انتشار السوشيال ميديا، القلش المصري وصل لمستوى تاني خالص. الميمز والكوميكس بقت أسرع وسيلة للتعبير عن رأي الشارع تجاه أي حدث، أي مصيبة تحصل، أي قرار ينزل، أي خبر غريب. في ظرف ساعات تلاقي آلاف الكوميكس والقلشات اللي بتعبر عن رأي الناس. ده خلى فن السخرية أسرع انتشاراً ووصل لكل بيت، لكن في نفس الوقت خلى السخرية ممكن تبقى مفرطة أو سلبية أحياناً، وممكن تخلي الناس تستهتر بالمشاكل أو تسخر من أي حاجة من غير تفكير عميق. لكن الأكيد يا عزيزي إن القلش المصري مش هيخلص طول ما فيه مصري عايش، وطول ما فيه ظروف صعبة أو مناسبات حلوة هتفضل النكتة موجودة، وهتفضل السخرية هي سلاح المصري اللي بيستخدمه عشان يواجه الدنيا ويدور على الضحكة في أي مكان. للأسف لحد هنا يا عزيزي خلصت حكايتنا النهاردة، لكن موضوعاتنا لسه ما خلصتش، فاوعى تروح بعيد وخليك دايما قريب مننا، لأنك على موعد متجدد معانا في نسمة صوت.